جايب لكم النهارده ساعه شبيهه للساعه الالترا بالظبط. انا دورت كتير على ارخص مكان بيبيع الساعه دي، فعلا ارخص مكان. الساعه دي ثمنها في مصر دلوقتي بتاريخ 9/2 الساعه دي سعرها يتراوح في مصر ما بين 700 ل 800 جنيه، وانت وشطارتك بقى تعرف تجيبها بكام. تقريبا في وجه قبلي وبحري بيبيعوها ب 700 جنيه، وفي القاهره والجيزه بيبيعوها ب 800 750 في الحدود دي، وهي الاكس 8 الترا بلس. واعرفكم الفرق ما بينها وما بين مضروب. انتوا متخيلين يعني هم بيضربوا المضروب، يعني في اتنين مضروب في الحوار. فانا اعرفكم الفرق ما بينها وما بين المضروب الاصلي. ايش قله الضرب اللي انا بقولها دي؟ خلينا في المهم، اعرفكم الفرق ما بينها وما بين التقليد بتاعها. طبعا الفرق ما بينهم وما بين ساعات ابل يعني ما فيش مقارنه اساسا، هو بس شبه بعض بالظبط، شبه بعض، مش في الامكانيات ومش في اي حاجه، شكل يعني. اول حاجه الساعه دي مقاسها 49، العلبه بيجي شكلها عامل كده، بيبقى مكتوب اكس 8 الترا تحت، تحس ان هي بارزه شويه، واسم الابلكيشن ودبليو او. يلا بينا نفتح العلبه، ومش هقول اسم المكان اللي اداني الساعه دي عشان ما يبقاش سبونسر ليه، وبعدين يعني ده شغل. انا هقول لكم الحاجه اللي في الساعه انا اقول لكم الحاجه اللي موجوده في الساعه، وامكانيات الساعه حلوه ولا وحشه. بالنسبه ان انا كان معايا ساعه ابل، طولت كتير انا على الفتح. هنفتح يلا بينا. دي الساعه تقليد الالترا بالملي. هنشوفها بقى من جوه شكلها عامل ازاي، لسه متغلفه. هنفتحها، وده شكلها برده لو الرينج لايت الحته دي بارزه، والراجل ده تحس ان الساعه اصلا يعني هي ممكن ما تبانش، بس في الاضاءه بص لو انا عملت على الرينج هتحس ان الساعه بارزه عن الراجل اللي هو لابسها ده. والابلكيشن ودبليو او الشركه اللي هي بتصنعها. يلا بينا بقى نفتحها. بعد ما شلت الكيس اظن الفروقات اللي انا بقول عليها كلها وضحت اهي. الاكس 8 بارزه، والساعه هيبقى شكلها بقى تحسه يعني متغير عن طبيعه الراجل، والابلكيشن والدبليو او. هنشوف بقى الساعه من جوه شكلها عامل ازاي. اول ما فتحت الساعه في كتالوج بتاع الساعه، او ده مش هنحتاجه طبعا، وفي شكل الساعه الله اكبر، يعني شكلها تيبيكال الاصلي، شكلها تيبيكال الاصلي بالملي. معلش انا خدتها عشان اشوفها. يعني شكلها يعني برضو فيها السيف، فيها كل حاجه تقريبا زي الاصلي بالظبط. هفتحها، ده اول فتحه ليا، انا لسه مفتحتهاش. نبذة عن حظي في الدنيا، الساعة فاصلة شحن. طب نشوف بقى الحاجه وبعد كده افتحها تاني. الاستيك الاورنج بتاع الساعه اللي هو برضو بيجي مع الاصلي ده، ماشي QR. ده الشاحن بتاع الساعه، دي محتويات الساعه. اما نشوف بقى، هنفتح الساعه ونشوف مع بعضنا شكلها من جوه عامل ازاي. معلش الساعه ما رضيتش تفتح لانها كانت فاصله شحن، فانا هشحنها واكمل بقيه الريفيو. بصوا انا في الاغلبيه ما بحبش المنتجات الصيني يعني، بس يعني انا حاسس ان الساعه دي يعني في صرف محصول فيها. يا جدعان بعد ما فتحت انا ما كنتش متخيل ان هي تبقى كده. بصوا قفلة اللوك بتاعتها عامله ازاي، ايه ده، الله اكبر بجد. بصوا مثلا لما اجي اعمل التاتش سلس، الله اكبر بطريقه يعني مش طبيعيه. الاشعاع صفر طبعا. بصوا، وطبعا كميه خلفيات بتتحط عليها كتير جدا كتير جدا جدا، انا ما كنتش متخيل ان الكميه دي. والايكون ايكون ايفون بجد رائعه. والعربي النوتيفيكيشن بتيجي عليها عربي عربي مش عربي متشقلب. بجد الله اكبر عليها يعني. لو جبتها ب 700 800 انت الكسبان فعلا. انا حاسس ان انا ماسك ابل الاصلي. هي فصلت بقى لانها صفر زي ما انا نزلت ستاره، بس الله اكبر بجد. يعني انا هحاول احط عليها صورتي واقول لكم الايكون اللي فيها كتيره بطريقه يعني الله اكبر بجد. هوريكم برضو جزء من الايكون في الفيديو. وده شكل القايمة، يعني دي كلها خلفيات انت ممكن تقدر تحطها، اغلبها مجانا، وفي منها يعني قلة قليلة هي اللي بفلوس. وانت لو دوست على كلمة اكثر اللي فوق ده هيديك خلفيات اكتر واكتر. اغلب الخلفيات دي بصراحة عجبتني وانا حطيتها، وادي بتتحمل كده بتثبتها، وعادي بقى بتبقى على واجهة الساعة. حاجة تاني عايز اعرضها، معلش يا جدعان، اصل انا كل ما اشوف حاجة عايز اوريها لكم، ان السيف زرار السيف شغال، مش منظر ولا ستيكر، والبصامير حقيقية. بجد حاجه جميله جدا بصراحه، والتاتش بتاعها جميل جدا، عاجبني جدا لان انا مش متخيله كده خالص. وده بقى شكل الاخير للساعه بكل تفاصيلها، باللوكات اللي ورا والاربع مفاتيح، وشكلها فعلا شبه الاصلي بالملي. وده اهو، ايه ده انا اهو بعد ما حطيت صورتي خلفيه. وتقدر تغير كمان الخلفيات من هنا زي الابل الاصليه، يعني مش زيها قوي برضو، بس هو يعني لو واحد ما اول مره يمسك ساعه ابل هيفتكرها اصليه يعني. اخر حاجه خالص بقى عشان نقفل صفحه الساعه دي خالص، الساعه بيبقى فيها ستاره من فوق، ممكن تتحكم في اللي انت عايزه، يعني ان انت مثلا السطوع بتاع الشاشه
ده شاشة الساعة، او يعني اكيد حد ممكن يحتاج الحاجة دي، وممكن حد ما يشتريش الساعة بسبب الحاجة دي، لان انا اصلا ما كنتش ممكن اشتري الساعة لما بتحطش مثلا صورتي خلفية. فانا حبيت برضو اوريك، يمكن انت ايه حاجة من الحاجات دي تكون انت محتاجها. وقياسها لنبضات القلب والضغط والحاجات دي تقريبا شبه 95%، يعني قريبة جدا من القياس الأصلي. وفعلا ساعة جميلة جدا، تاتش وكل حاجة فيها بصراحة عجبني وتستحق الشراء، وتاتش سلس، في ما فيهاش حاجة يعني ممكن أقول عليها لا دي ضايقتني في كذا، لا دي ضايقتني في كذا. دي الكاميرا كمان اللي أنا فاتحها دلوقتي ممكن تاخد صور، بس أنا عشان فاتح الكاميرا وبس. دي تجربة الساعة وبكده اكون قلت لكم ريفيو كامل عن الساعه كلها، وفعلا ساعه جميله وتستحق الشراء في سنه 2023 دلوقتي. وده كمان اهو شكلها في ايدي، مش شكلها حلو بصراحة، يعني شكلها في ايدي لذيذ، يعني مش وحش، فخمة كمان في ايدي. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واستنى كل جديد عشان الفيديو الجاي هيبقى فيديو في وسط السيارات. في عز الاسعار الغاليه اللي احنا فيها دي هنوصل لعربيه عامله ازاي وبكام. اوعى تنسى لايك وسبسكرايب. سلام.